ازيكم عاملين ايه؟ المفروض بقى النهارده ان احنا هنبدأ ان احنا نعمل implementation للانتجريشن مع البيموب، وازاي نقدر ان احنا نعمل تشيك اوت، وازاي نقدر نفاليديت على الريسبونس اللي بيرجع لنا من البيموب. فتعالوا يلا نشوف كده. احنا المفروض ان احنا let's say ان انت عندك بوتون موجود عندك في السيستم ده اللي بيعمل التشيك اوت بالكريدت كارد. فزي ما قلنا المرة اللي فاتت إن إحنا أول ما بنعمل كليك على أي بوتون كده المفروض إن هو يوديني على الآي فريم بتاع البيموب. وعشان نروح للآي فريم بتاع البيموب كنا قلنا إن إحنا محتاجين إن إحنا نجيب حاجة اسمها البيمنت توكن والفريم اي دي. البيمنت توكن ده قلنا إن إحنا بنجيبه عن طريق 3 اي اي. ممكن تبص في الفيديو اللي فات لو أنت ما كنتش شفته. فهنبدأ بقى إن إحنا نبص في الكود دلوقتي. احنا let's say ان احنا عندنا لارفل بروجكت عادي. عندنا ال URL بتاعنا او الراوت بتاعنا ده الكريدت URL اللي بينافيجيت لما ببدأ ان انا اعمل تشيك اوت، ان انا ابريس على البوتون بتاع التشيك اوت. ودي كول باك فانكشن اللي المفروض بعد ما عملت بيمنت ان هو يرجع على الكول باك فانكشن. ودي الفانكشن اللي احنا بنفاليديت فيها الريسبونس اللي راجع لنا من البيموب. هم عاملين الجوريزم كده معين على اساس ان انت ازاي تقدر تفاليديت فعلا ان الريسبونس اللي راجع لك دوت جاي فعلا من بيموب وسكيور، ان انت تقدر تاخد الداتا اللي فيه. تمام. فتعالوا نبدأ ان احنا نبص كده في الكريدت في الفانكشن دي. الفانكشن ديت بتنده على 3 فانكشنز اللي هم ال 3 اي بي اي اللي احنا اتكلمنا عليهم. اول اي بي اي ديت اللي هي المفروض اللي هي بتجيب التوكن بتاعي. ببدأ ان انا اعمل ريكوست عليها وباخد الريسبونس بتاعي بتاع التوكن بتاعي. بعد كده ببدأ اقول الاي بي اي التانية اللي هي بكريت الاوردر، ودي بستخدم فيها التوكن بتاعي. بعد كده بعد ما بكريت الاوردر دوت باخد الاوردر اي دي، وباخد التوكن اللي هو جاي لي من الفانكشن الاولانيه عشان اقدر اجيب البيمنت توكن. بعد كده ببدا احطه في الاي فريم واعمل ريدايركت على الاي فريم دوت. تمام. زي ما احنا اوريدي عملنا كده اول ما عملنا بريس. احنا كنا قلنا برضو ان البي موب بتوفر لك كريدت كارد كده عشان تقدر ان انت تست بيها. تمام. تعالوا ان احنا نبدأ ان احنا ندخلها. اوكي. 12 25 1 2 3. فالمفروض دلوقتي ان هو بروح اعمل بريس على البي، المفروض ان هو بيوديني على البي موب وبعد كده يعمل لي كول باك على الفانكشن بتاعتي. طيب الكول باك ديت فانكشن دي انا بعرفها فين؟ زي ما قلنا في المرة اللي فاتت بروح على البيمنت انتجريشن من هنا وببدأ ان انا اكليك هنا واحط الكول باك فانكشن بتاعتي. بس هما كانوا بيقولوا ان انت ما ينفعش ان انت تعمل كول باك فانكشن الا على public URL. فعشان كده هما وفروا تول كده معينة بيقولوا بيها ان انت ازاي ان انت تتست الجزء دوت على اللوكال انفايرمنت عندك. فهم في تول كده معينة بنقدر ان احنا نستخدمها عشان نجنريت يو ار ال، ودوت يبقى الكول باك فانكشن بتاعي بدل اللي هو اللوكال هوست. تمام. فنروح على التول ديت اللي هي اسمها ngrok. تعالوا ندوس كليك عليها كده. بيودينا عليها. بتبدأ ان انت تكريت اكونت عادي لو انت ساين اب، وبعد كده تعمل لوجن عادي. تمام. بيوديك على الداشبورد ديت. تبدأ ان انت تداونلود الباكج بتاعتهم وبعد كده تعمل لها انزب. وبعد كده بتبدأ ان انت تمشي على الكوماندز دي. تبدأ ان انت تحط الكوماند ده بتاع الكود بتاعهم. وبعد كده بتبدأ ترن الباكج دي وتحط البورت بتاعك. يعني انت لو ليتس ان انت مقوم اللوكال هوست عندك على 8000، فدي هتبقى 8000. ده اوريدي اللي انا عامله هنا. اول ما باجي اكليك هنا، تعالوا ان احنا ندوس على 8000، بيبدأ ان هو يجنريت لي يو ار ال جديد على البورت دوت. ببدأ ان انا اخد اليو ار ال دوت زي ما هو كده. سوري. هنجنريت واحد تاني. تعالوا نعمل كده وناخده كوبي. وبعد كده المفروض ان احنا بنروح على الانتجريشن نعمل edit ونحطه هنا. وبعد كده بحط الباص بتاع الكول باك فانكشن بتاعتي، هو انا مسميها كول باك. فاحطها هنا وادوس سبميت.
السيشن بتاعتي كانت خلصت. تعالى نعمل لوجن تاني. نبدأ نروح على الديفلوبر بيمنت انتجريشن، وبعد كده نروح للكول باك فانكشن، نعمل edit ونحط الفاليو بتاعتنا وندوس submit. هيقول لنا البروسيس completed. تمام. بعد كده المفروض ان انا بروح على اليو ار ال بتاعي. تعالوا نروح ان احنا نعمل لوكال هوست من الاول، ونعمل بيموب. هيعمل كول دلوقتي لل 3 باي او 3 فانكشن اللي بيجيب لي التوكن، وبعد كده يعمل لي ريدايركت على البيمنت البيمنت فورم بتاعتي. تعالى ناخد ال URL الرقم، بعد كده نستخدم الحاجات بتاعته. ده كانت 12/25 وهنا 1 2 3، وندوس بي. المفروض دلوقتي ان هو هيروح ويرجع على الريدايركت يو ار ال. طيب الكول باك فانكشن بتاعتي بيبقى فيه حاجة اسمها HMAC، او ده التوكن اللي المفروض بيبعته. طيب خلينا ان احنا هنضم بس هنا الداتا اللي راجعه لي من الريسبونس الاول، وبعد كده هوريكم ازاي ان احنا نقدر نفاليديت على الداتا دي. خلينا ناخد الداتا اللي بترجع لنا ونضمها الاول. تعال ندوس بريس. مفروض ان هو كده بيعمل بروسيس. دلوقتي البروسيس سكيور بيودينا على سيميليتور. ادوس سبميت. بعد كده بيرجعني المفروض على الكول باك فانكشن بتاعتي. هتلاحظوا هنا ان هو حاطط اليو ار ال دوت، واليو ار ال ده بيريفير عندنا اللوكال هوست بتاعي، فعشان كده وداني عليه. دي الداتا اللي المفروض راجعه لي في الريسبونس، والريسبونس ده اللي هو راجع لك في اليو ار ال هنا. فهو بيقول لك عشان تتاكد بقى ان الداتا دي فعلا جايه لك من البيبي موب، وتبقى متاكد ان الداتا ديت فاليد ما فيهاش اي مشكله، او ان هي في حد عمل عليها اي انتربشن. بيقول لك في حاجه هنا بيقدروا ان هم يفاليديتوا بيها، حاجه اسمها ال HMAC، وبيقول لك ازاي ان انت تقدر تفاليديت عليها.